السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما كتعرفوا وليد الكرتي تم استدعاؤه من طرف المدرب طارق سكيتيوي للمشاركة في كأس العرب. نادي بيراميدز كيرفض السماح للاعب وليد الكرتي باش يشارك مع المنتخب الوطني. داكشي جا على لسان رئيس النادي وايضا المدرب الكرواتي. هاد القضيه هادي ما بغاتش تفهم ليا انا كيفاش الا كانت ديك كاس العرب مسابقه معترف بها من طرف فيفا وهي اللي منظماها، خاص جميع الفرق المشاركه تكون على قدم المساواه ونفس الحظوظ. فرق من الخليج بحال السعوديه والامارات وداكشي غادي يشاركوا بجميع اللاعبين ديالهم الدوليين، وحنا وجميع الفرق الافريقيه ما عندهاش نفس الحظوظ مشاركه في كاس افريقيا، وبالتالي غادي تصيفط غير الفريق الثاني ديالها. لحد الان ما كاين مشكل، ولكن باش ما تسمحش ليا لواحد اللاعب ديالي باش انه يمشي يلعب معايا في المسابقه، ما عندها حتى معنى انني نستدعي واحد اللاعب ديالي وترفض الفرقه ديالو انها تسرحو. نورمالمون تاجل الدوريات، يتاجلوا ولا يشوفوا واش يديروا حتى تقام هذيك المسابقه نورمالمون، والا ما نشاركوش. هاد المساله وقعت حتى في كاس العالم للشبان على الاقل من 20 سنه، وايضا في اقل من 17 سنه. العديد من الفرق ما سرحاتش اللاعبين ديالنا، وداك الشيء اثر علينا بزاف. مسابقه منظمها الفيفا، اذا خاص جميع الانديه تسرح اللاعبين اللي تم المنادات عليهم المنتخب. خاص يكون قانون. الجامعه الملكيه نورمالمون خاصها تدخل في هذا الموضوع بصرامه وتراسل الفيفا ولا سميتو باش يتخذوا اجراءات. نورمالمون خاص يتم تسريح اللاعب، والا لا داعي نشاركوا كاع في ديك المسابقه وخليو الخليجيين يشاركوا بيناتهم. هما المصريين كيعرفوا بان وليد الكرتي لاعب مؤثر، لاعب مهم بزاف، يقدر يدير الفارق. في حال مثلا تلاقات المغرب مع مصر، بغاو غير يديروا دابا العصا الرويضه باش ان المغرب يكون ناقص من عنصر مهم، ولكن غادي يلقاو مشكل الا كانوا شي لاعبين عيط عليهم المنتخب المصري، غادي تخلق لهم مشكل كبير. شكرا لكم، في امان الله.